السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ جو اليومين دول صعب قوي، حساسيه في الجلد وحساسيه في العين وحاجه صعبه جدا جدا. عاملين ايه اخباركم؟ طيب. الناس كتيره برضه ما زالت مصره بتسالني السيارات القيمه مقابل سعر، وده حاجه طبعا هنتكلم فيها. احنا قلنا بس مش هنتكلم في الحته بتاعه الاسواق اللي هي تخص ايه، اشتري ما تشتريش، قاطع ما تقاطعش. دي حاجه تخصك انت، تمام؟ الكلام اللي انا هقوله ده دلوقتي مهم، فكالعاده اعمل له شير، لان اليومين دول احنا ما بنهزرش، احنا بنتكلم في مصلحتك يعني، تمام؟ مكملين في كل حاجه وبنتكلم عادي وبنتكلم عن القيمه مقابل سعر، وبنجرب عربيات وبنوريك وبتفهم، ودي بتقدم ايه ودي بتقدم ايه. مناسبه ليك بقى انت حر اشتري، مش مناسبه ليك ما. لكن السؤال بتاع هو ايه دلوقتي اشتريه يا محمود يا خيري، او ايه القيمه مقابل سعر، او ايه من شهرين اشتريه، كان ايه اللي ممكن اشتريه وتعطلت عن شرائه، ولو كنت اشتريته كنت اكسب. بص، سوق السيارات في مصر او اسعار السيارات في مصر بقالها حوالي 4 شهور مثلا. اللي يقول لك اشتري عربيه، يبقى يعني روح اشتري العربيه الفلانيه دي سعرها كويس، يبقى بيضحك عليك. لو حد من عندنا، من مجالنا احنا، من مجال الناس اللي بتقيم العربيات او اللي انتوا بتثقوا فيهم او بتسالوهم، يقول لك اشتري العربيه دي او سعرها فاتك، يبقى بيضحك عليك. ولو انت حضرتك كان معاك فلوس العربيه فعلا من شهر او من شهرين، قبل ما تزيد 30 وقبل ما تزيد 20 وقبل الاشتغالات اللي هم شغالين فيها دي، وكنت يعني واخد قرار انك تشتريها وقيمه مقابل سعر بالنسبه لك كويسه، يعني انت مثلا لو كنت تمتلك 750 الف جنيه تجيب بيهم هافال، ما كنتش هتيجي تتابعني، لانك انت عارف وجهه نظري ما تستحقش. هقول لك عربيه كويسه بس ما تستحقش، تمام؟ لو انت مثلا معاك 900 الف جنيه من شهرين او من شهر ونص تجيب بيهم ام جي ليفربول دي، تمام؟ ما تستحقش، ما كنتش هتيجي تتابع يعني، تمام؟ فما يعني ما لو انت كان معاك كنت هتشتري والله. مش محمود خير اللي هيعطلك ولا محمد، ولا دي وجهات نظر، كل واحد حر في وجهه نظره. انا ممكن اقول لك لا ما تشتريهاش، ما تستحقش، بس انت لو معاك ومقتنع انك هتشتريها، سوري، مش انا اللي هوقفك. يعني انا اسف، انا لو 100 واحد قال لي مثلا ما تشتريش المرسيدس اللي انت جبتها، انا لو معايا وخلاص واخد قرار وبتاع، لا انا هنزل اشتريها، انا حر يعني، تمام؟ وده لا يلقى عليا لوم ولا يعمل عليا حاجه. المهم ما اجيبهاش باوفر برايس، واحاول احافظ على اني ما اكونش انسان اناني وما اخدش حق الناس. فعشان تبقى بتسالني سؤال صريح اليومين الجايين دول، وعشان تبقى عارف، ليس هناك سياره تستحق قيمتها وانت ما كانش معاك فلوس العربيات لا من شهر. يعني ما نضحكش على بعض، هي العربيات من شهر كانت بكام؟ التويوتا كورولا كانت ب 950 الف جنيه، اللي هي اعلى فئه الاليجنس الار دي، ولا بتاع دي، اللي هي الجي ار، تمام؟ والام جي 5 كانت بكام؟ 550، وام جي زد اس ب 550، ورينو ميجان ب 750، اللي كنت انا حتى بقول عليها قيمه مقابل سعر وقت ما كانت العربيه يعني سعرها كويس في ال 500، كنت بقول لك قيمه مقابل سعر ما تفوتهاش، تمام؟ فزي ما بقول لك كده، انت ما كانش معاك سعرها، ولا هيبقى معاك سعرها لما يزودوا تاني الفتره الجايه، وللاسف ده يعني انا بقول قرارات الزياده اللي هتشوفها اليومين الجايين دول هتبقى مش منطقيه. يعني انا بقول اهو وجهه نظر اهو، وبكل احترام للساده الوكلاء يعني، حتى الزيادات الرسميه لو انت هتقلل الاوفر برايس، يعني الناس خلاص ما بقتش مستحمله نص جنيه زياده. انت مش قادر تدرك يا عيني. والفيدباك اللي بيجي لي من ساده تجار محترمين وموزعين ان المبيعات، يعني انا عايز اقول لك ان انا اتصدمت امبارح. انا لقيت صديق والله العظيم اللي انا بحكيه لكم ده كلام حقيقي يعني، صديق بيكلمني، راجل تاجر محترم يعني، الراجل ده تاجر مرسيدس ورينج روفر وكده، انا بشتري منه يعني، كنت اشتريت منه عربيه مرسيدس من 3 سنين، صديق محترم. فلقيته بيكلمني وبيهزر، بيقول لي بقول لك ايه بقى، بعيد عن الخناقه دي، انا معايا عربيتين جي ال اي. انا سمعت المداخله بتاعتك مع عمرو اديب، اسمع الحكايه دي مهمه قوي. انا معايا عربيتين جي ال اي واخدهم من التوكيل اوفر برايس، تمام؟ وانت عارف ان العربيه دي كانت بتقبل في السوق بتتحرك لحد 3 ونص و3 800 والكلام ده وبتاع. انا لو جالي ايه دلوقتي ابيعهم، لان مفيش واحد بيكلمني على التليفون. فانا ذهلت الصراحه، قلت له في الفئه دي، ده احنا دايما نقول الفئه دي ما عندهاش ازمه، في الفئه دي في فئه ال3 مليون، قال لي اقسم بالله لما بتجيلي مكالمه تسال بس، قال لي كده، قال لي لما بتجيلي مكالمه تسال بس على اسعار العربيات،
يعني بقعد اتعرف على الزبون، بقعد اضرب معاه صحوبيه من كتر ما انا مش مصدق ان انا ما بيجيليش مكالمات. تمام. فطبعا خلاص يعني والوضع ما. فشويه النهارده كده ولا حاجه وهتلاقي مجموعه منصور امبارح نزلت زيادات لاوبل شويه طبعا، وهتلاقي مجموعه غبور هم اتاخروا المره دي. تمام. هتلاقي مجموعه غبور راحوا منزلين لسته زيادات بال50 وال100 الف جنيه وبتاع. هذا كلام مش منطقي يا جماعه. يعني عربيتك اللي كانت ب 750 وانت اضطريت مثلا، انا هقول لكم حاجه يعني نصيحه بس عشان السوق ده يمشي. والله نفسنا يمشي، نفسنا الناس اللي بتاكل عيش الغلابه دي اللي هم واقفين في المعارض، ونفسنا التجار الصغيرين اللي قفلوا معارض. يا عيني كميه معارض اتقفلت كبيره جدا جدا. طبعا قليل ادب منهم والبذيء والكلام ده، ولا الهوى ولا متعاطف معاه ولا اي حاجه. لكن الناس المحترمه نفسنا الناس دي ترجع تاني تاكل عيش والسوق ده يمشي يعني. ونفسنا كمان المواطن المصري. بصوا كل ما حجم سوقنا بيصغر ومبيعاته بتصغر انتوا بتعملوا كارثه في السوق ده. هقول لك يا ايه، مفيش حاجه اسمها استثمار اجنبي هيجي وحجم سوق صغير وانت كمان عمال تصغره. طب السوق بيصغر ازاي؟ السوق بيصغر بان الساده الوكلاء صنعوا تضخم فوق التضخم. يعني تمام. فالسوق بيصغر. فهمتني؟ فكل المحاولات عشان نجيب مستثمر من بره يجي يصنع، هيصنع لمين؟ هيصنع لمين؟ وترخيص السيارات الزيرو الشهر الماضي ده مش كلام انا والله 2700 عربيه. انت عارف الكارثه؟ عارف لما يبقى شهر ونصهم احلال، ترخيص سيارات زيرو مثلا ممكن يبقى 1400 عربيه في الشهر. دي كارثه. تمام. على بلد فيها 100 مليون. طب ازاي هنجيب تصنيع؟ هنا ياتي بقى دور رقابه الدوله. يعني تمام، تحرير سعر الصرف، القصه دي كلها لابد من رقابه الدوله، ولابد بقى من الضرب بيد من حديد. تابع بقى ايه اللي بيحط لستة زيادات ب100,000 ده؟ ايه اللي بيوقف حال السوق ده؟ ايه المنطق العجيب ده؟ يعني اللي ما اشتراش منك الهفال ب 750 لو نزلتها لي النهارده كمان شويه مثلا ورحت منزل لنا لسته زياده ب 100 هيشتريها منك ب 850. يا راجل يا طيب، ما انتوا كنتوا من اسبوعين بتدللوا عليها بالسعر الرسمي وما بتتباعش. طب انت لما ترفعها 100 انت فاكر كده الناس هتجري تشتريها؟ طب يا اللي معاه يشتري يا جماعه. يلا يا جماعه، محمود خير اهو بيقول لك، مع ان انا بعد كده مش هدخل نفسي لا في اشتري ولا ما تشتريش، ده يخصك انت. تمام. علشان لا تاجر يقول لي خربت بيتي، ولا مواطن يقول لي ده انا كان معايا وانت اجلتني. ما لما كان معاك جاي تتابعني ليه؟ ما انت عارف ان انا رايي ما فيش عربيات تستحق قيمتها. تمام. وصلت يا عم؟ لما كان معاك انت يعني انت هتضحك عليا. انت ما كانش معاك من شهر ولا معاك دلوقتي، ولا عاد ينفع والله. ولا هم بقالهم 7 شهور خاربين الدنيا والله. ما كانش معاه. واللي وقف حال السوق زيادات الاسعار مش محمود خيري. تمام. محمود خيري راجل عنده ضمير، بيجرب عربيات. بتيجي تقول له العربيه دي تسوى قيمتها بيقول لك لا والله ما تسواش. طب البديل الثاني يا خيري، يعني مثلا هتقول لي تويوتا كرولا تسوى قيمتها؟ لا. رينو ميجان تسوى قيمتها؟ لا. هيونداي الانترا تسوى قيمتها؟ لا. جراند سيراتو تسوى قيمتها؟ لا. نفس محمود خيري اللي لما كانت التويوتا كرولا ب 310 كان بيقول لك انزل اشتريها حالا. رينو ميجان لما كانت ب 380 بيقول لك انزل اشتريها حالا. لما زادت 550 بعد تحرير سعر الصرف انزل اشتريها حالا. لكن انا مالي؟ تمام. هو انت ما معكش وجاي تلومني انا؟ انت ما معكش يا حبيبي والله، انت ما معكش. انا اعمل ايه طيب؟ اسلفك؟ يعني تمام. انت لا كان معاك من شهرين ولا معاك دلوقتي. انت بس قدام المدام يا عيني بتدور على حل فبتمسك في محمود خيري. ده هو اللي قال لي ما تشتريش. يعني انت يا واد انت شاطر كان معاك 750,000 جنيه تجيب بيهم هفال. امال كانوا بيدللوا عليها ليه بالسعر الرسمي من شويه لما انت كان معاك؟ تمام. فهي بس القصه كده يا جماعه. السيارات القيمه مقابل سعر الان في مصر ولا عربيه ولا عربيه. هل ده معناه ان احنا مش هنجرب عربيات؟ مش هنتكلم؟ هنتكلم. ايه علاقه ده؟ لكن هتلاقيني في وسط التجربه بقول لك ولا تستحق قيمتها. لما نلاقي عربيه بقى مستورده جايه من بره، لما الاقي حتى الفتره الجايه دي انا عايز اجرب عربيات كهرباء كتير. يعني لان خلاص المستقبل لده واستيراد السيارات الكهرباء، و2035 خلاص يبدو ان العالم كله هينهي صناعه البنزين او هيبتدي ينهي صناعه البنزين تماما، والاتحاد الاوروبي توصل لصيغه قانون. ويعني الموضوع مش تهريج بقى يا جماعه، دخل في الجد. هي كهرباء يعني كهرباء الفتره الجايه. تمام. فهنجرب عربيات كتير، لكن هتلاقيني بقول لك على العربيه اللي ما تستحقش قيمتها ما تستحقش. فعشان انت بس بتسالني حته السوق وتشتري او ما تشتريش دي تخصك. لو معاك انزل يا معلم اشتري. انزل هات 6 ام جي
وحطهم جنبك. خلاص محمود خيري ما تخاف، لا محمود خيري مش مكتفك، ماشي خلاص انزل اشتري. انا اسف معلش، مش هقول لك تاني اشتري او ما تشتريش، خلاص تمام. وانا ما شفتش اي حد معترض الصراحه الا الساده التجار، يعني الساده التجار هم اللي كانوا زعلانين، هم اللي بيشتموا والكلام ده كله وبتاع، لكن انا ما شفتش مواطن عادي كان معترض على كلامي. بدليل يا جماعه ان انا الملايين تتابع والملايين مبسوطه وفرحانه وبتاع، انا ما شفتش اي حد كان معترض الصراحه الا تجار. تمام. ف هل سيارات سوزوكي تستحق قيمتها؟ مع واحد اهو، يعني من قبل ما ابقى محمود خيري بتاع العربيات، انا واحد امتلكت كل عربيات سوزوكي فيتارا، كنت اول ملك ليها في مصر في اواخر 2015 بدايه 2016. سوزوكي سياز كنت ملك ليها مرتين في مصر. سوزوكي سويفت امتلكتها الشكلين، امتلكت انا واحده، ويعني بنت اخويا امتلكت واحده الشكل الجديد، يعني العربيه دخلت بيتنا يعني. تمام. كل عربيات سوزوكي انا امتلكتها، تستحق قيمتها؟ لا ما تستحقش. حتى البراند الوحيد اللي كنا بنقول اقتصادي وسعره كويس وبتاع، ولا الهوا. انا لسه يعني سيده فاضله بعتلي بتقول لي عايزين يدوني السوزوكي التو ب 210,000 جنيه وانا معيش. سوزوكي التو ايه حضرتك؟ يعني دي كاتل، دي بيتعمل فيها شاي. التو ايه اللي عايزين يدوها لك ب 210,000 جنيه؟ ليه؟ هو الدولار بقى بكام؟ والله العظيم الدولار بقى بكام؟ قول لي انت بس يعني. عشان عربيه كانت ب 119,000 جنيه بيتحايلوا على الناس من سنه وبيعملوا عليها عروض وثيقه تامين هديه على سوزوكي التو، تمام، ب 119,000 جنيه، عايزين يدوها لك ب 210,000 جنيه. ليه؟ هو الدولار بقى بكام؟ ب 100 جنيه ولا ايه؟ دي كاتل والله. يعني حضرتك هتشتري عربيه ب 210,000 جنيه؟ اضحك عليكي انا كمحمود خيا. فهي وحتى الست انا قلت لها طب يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، انت عمال تقولي ظروفي ومشاويري ومواصلاتي، طب اشتريها. قالت لي ما انا ما معيش يا استاذ محمود. طب انا مش عارف احل المشكله ازاي. طيب يعني اسلف حضرتك تشتري كاتل؟ اسلفك؟ طيب اعمل ايه؟ هتروح تشتري كاتل ب 210,000 جنيه؟ اهو يا جماعه محمود خيري بيحرض الناس تشتري. واحده قالت لي ظروفي ومش عارفه وساكنه في منطقه صعبه وعايزه اروح الشغل ومش عارفه وبتاع، قلت لها انزلي اشتريها. طيب اعمل ايه؟ صعبت عليا والله. قلت لها طب انزلي يا فندم اشتريها، خلاص هنعمل ايه؟ ما دام حضرتك مش قادره يعني تشوفي حل تاني او الكلام ده، اشتريها. قالت لي ما انا معيش. اجيبها منين ب 210؟ ما معيش. عرفتوا بقى ان محمود خيري مش السبب. يعني انا رشحت الواحده تشتري كاتل بتاع شاي تروح بيه الشغل، قالت لي معيش. اهو يا ساده يا تجار يا محترمين، بحاول اساعدكم والله. يعني تمام، رشحت كاتل تيجي تشتريه منك ب 210، معهاش. مش محمود خيري اللي مانعها والله، انت فاهم غلط. تمام، انت فاهم غلط. طب يا جماعه مصر كلها دلوقتي تنزل تشتري الليفربول الام جي الليفربول. يلا محمود خيري بيقول لك يلا يا جماعه كل واحد يحط استك مقفول زي ما بيقولوا الساده التجار وانزل اشتريها ب 950. يلا يا معلم، يلا اهو يا تجار. تمام، يلا يا معلم. مصر كلها حالا تنزل تشتري تويوتا كرولا ذات الزوائد والكساحات الرياضيه من التوفيقيه الجي ار الاليجنس. محمود خيري بيقول يلا يا جماعه اللايف ده هو دعوه للشراء. تمام، كله حالا ياخد 950 ما يقلوش جنيه وينزل يشتري كرولا جي ار تحفه، كساحات وجنط 17 وقص واندرويد اوتو وابل كار بلاي في الشاشه. بس لو عرفت توصل لهم تبقى يعني امك دعيالك. الشاشه اساسا مش مفهومه، انزل اشتريهم. خلاص يعني ماشي يا جماعه والله بساعدكم اهو. مصر كلها حالا تاخد شنطه الفلوس وتشتري سبورتاج كاسبورتاج ب 1,400,000. الحق حالا قبل ما تبقى ب 2 مليون جنيه عشان محمود خيري ما يضيعش عليك الفرصه. منه لله هو واللي زيه يا اخي، منه لله. هتبقى السبورتاج ب 1,400,000 واقفه تحت اهي. يعني ماليش نفسي حتى اعمل لها ريفيو. تمام، انزل اشتريها حالا بدل ما يضيع عليك يا اخي. يا اخي بقى كانت ب 700 بقت ب 1,400,000. بسم الله ما شاء الله، زياده 100%. ويقول لك تعويم ايه يا عايم انت؟ تحرير ايه وتعويم ايه يا عايم انت؟ تحويم ايه يعني؟ ده انتوا ابطال مصر في السباحه. ده يعني ده ناصر ابو هيف جنبكم. تعويم ايه؟ تعويم ايه؟ ايه العومه دي؟ في 700 بقت ب 1,400,000. يعني خلوا اللايف ده كده يا جماعه دردشه من القلب والله، معلش لو طولنا شويه. تعويم ايه؟ تعويم ايه يا راجل؟ يا طيب يا طيب يا سباح، ده انتوا ضد الطيار. ايه ده؟ اين الرقابه يا جماعه؟ الساده جهاز حمايه المستهلك، اين انتم يا ساده؟
حمايه ومستهلك. منين بقى؟ تعالى لي. منين؟ انا بقول لك اهو، ومحمود خيري بيقول لك اهو بكل صراحه وبكل منطق. بكره هتلاقي لستة زيادات من مجموعه غبور. انا متوقع، او النهارده بالليل، او كمان شويه، كمان ساعتين. الحق اشتري، اجري حالا. احسن هو زود، ده هيزود 50 او 100 او 20 او 30. الحق قبل ما يزود 6 مليون. الحق الحق، هتفوتك خلاص، هتفوتك. الحق اشتري، الحق اشتري على طول. وهات لك كيس اريال معاها عشان هيزيد هو كمان. يعني هات لك كيس اريال وداوني عشان ريحه الهدوم برضه، عشان دول هيزيدوا هم كمان 6 مليون. خلاص الحق. دلوقتي بيزود خمسينات، هيزود بعد كده 6 مليون. فانزل اشتري. هات لك على طول هافال مثلا. الهافال انا اقول لك، انا محمود خيري اهو هتوقع الهافال هتبقى ب 850. تمام، انا متوقع اهو. هات لك معاها كيس اريال كمان عشان هيبقى ب 6000. خلاص وانجز بقى يا عم. الحق كل المنتجات في الاسواق، الحق اشتريها عليه. يلا انجز، ما تضيعش نفسك. اللايف ده دعوه للشراء والقيمه مقابل سعر. الحق ما تضيعش نفسك. معكش تكلمني وان شاء الله انا هسلفك. حاضر ماشي. اتفقنا يا جماعه؟ يلا السلام عليكم.